مساء الخير يا جماعة. مساء الخير. اخباركم ايه؟ بقالنا كتير اوي ما اتكلمناش مع بعض، بس هو يعني ايه المرة دي الكلام، هو الكلام مكرر يعني. احنا مش هنقول حاجة جديدة واحنا عند وجهة نظرنا. ويعني ادي خوسيه ريبيرو، وادي اختيارات الكابتن الخطيب اللي حذرنا منها من زمان قوي، وادي النتيجة وادي النهاية. وكأني شايف خوان كارلوس جاريدو في موسم 2014 2015 والتحضير بالكورة ومش عارف ايه وشغل بيب جوارديولا، وهو اصلا يعني رضا عبعال بيفهم احسن منه. واخرتها ان حضرتك هتخسر الدوري وهتخسر الكاس وهتخسر السوبر وهتاخد فضيحة في افريقيا وهتطلع صفر الموسم. والكابتن الخطيب يقول لك ده احنا هنعدل المسار، يا اما هنيجي في نص الموسم ونقول نمشي الراجل ده عشان الراجل ده فاشل، ونكلف الكابتن عماد النحاس ان هو يكمل، لاننا مش لاقيين مدرب في نص الموسم. وطبيعي مش هتلاقي مدربين في نص الموسم يا كابتن، طبيعي يا كابتن مش هتلاقي مدربين في نص الموسم، طبيعي يا كابتن كل مدرب راح مكانه. احنا بنتحايل على حضرتك على يعني قلت لنا ماركو روسا ماشي مفيش مشكله، ما جبتوش الراجل مرتبه عادي، ما اختلفناش. ما ريني فاينر موجود، ما في مدربين كتير موجودين يا كابتن، في مدربين كتير موجودين واحسن من الراجل ده. رحت جبت لنا الراجل ده من الدوري الجنوب افريقي وهو اصلا ملوش تاريخ قبل كده، وادي اخرتها يا كابتن. ادي اخرة اختيارات الكابتن المبجل الخطيب. عجلاتي بمسمى مدرب كوره اسمه خوسيه ريبيرو، زيه زي مارتن يول، زي لاسارتي، زي سواريش، زي خوان كارلوس جاريدو. وادي التجربه الاسبانيه المنيله ب60 نيله. اخرتها ايه؟ حرقه الدم اللي احنا شايفينها في الملعب دي. مش فاهم انا بالظبط الكابتن الخطيب. هو حضرتك الكابتن عدونا؟ الكابتن الخطيب يا كابتن لو حضرتك كبرت سيب النادي، بجد والله لو حضرتك كبرت وواقع العقليه ما بقتش زي ما هي، وانت اللي لسه بتختار لحد دلوقتي المدربين، لا سيب النادي يا كابتن، سيب النادي والله. انا اتمنى ان الموسم ده يبقى موسم زي الزفت عشان مجلس الاداره ده يغور في 60 داهيه كله. نفس اخطاء السنه اللي فاتت، نفس اخطاء السنه اللي فاتت، هي نفس الحوار، نفس خطا موسم 2014 2015، نفس موسم كارتيرون، نفس حوار مارتن لاسارتي، نفس الحوارات، نفس الدوشه، نفس اخطاء مكرره، مفيش اي تعليم. السنه اللي فاتت الراجل كولر كان سيء من اخر الموسم اللي قبل اللي فات مع بدايه الموسم. قلنا يا جماعه الراجل ده يمشي. خسر ماتش السوبر، قلنا يا ريت الراجل ده يمشي. ماتش السوبر ده ما ينفعش تخسره اساسا، انت داخل يعني انت داخل تكسب اصلا سكور، مش داخل هم نازلين مسلمين نفسهم اساسا. خسر. اتعادلنا في السوبر المحلي وكسبنا ضربات جزاء. يا جماعه مشوا الراجل. النهايه بتاعت الموسم كانت زي ما حضراتكم شفتوا، كنا هنخسر الدوري وخسرنا افريقيا، واحنا طبعا مش في الكاس، وهنخسر السوبر برضو، وادي النتيجه بتاعت نهايه الموسم. السنه دي داخلين بنفس الخطا، جايبين راجل ما يعرفش عن الكوره غير ان هي مدوره. يعني حتى لو قلت له هل الكوره دي شكل كروي او شكل بيضاوي، ممكن يقول لك شكل بيضاوي، دي كوره بيسبول مش كوره قدم يعني. والراجل خسران يا جدعان 2-1 وقعد حاطط رجل على رجل على الدكه بره. ده راجل مجنون يا جماعه، ده راجل مجنون، واللي جابه مجنون زيه. ايه ده؟ ايه ده؟ مين ده؟ عايز يحضر لي على الارض وهو بيلعب مودرن سبورت في الدوري المصري. انت عم انت مجنون. سايب اليو ديانج بره من اول الماتش ونازل لي بقفشه. يعني معلش بس هو بس نقطه كده. حضرتك احنا لعبنا في كاس العالم للانديه 3 ماتشات، دخل فينا 7 اهداف، السبع اهداف 6 منهم من جبهه محمد هاني. الهدف الاول النهارده من جبهه محمد هاني، نفسره بايه؟ هو حضرتك اعمى ولا مش معانا ولا ايه بالظبط؟ اخطاء دفاعيه زي النيله، اخطاء يعني. دخل فينا 3 اهداف من ركنيات في كاس العالم، النهارده الهدف الثاني من ركنيه. هو فين؟ هو انت حضرتك نايم معانا؟ هو انت بتعمل ايه؟ هو انت كنت بتتفرج على مباريات تانية غيرنا؟ انت بتشوف ماتشات تانية، بتشوف فرق تانية يعني؟ طب انت بتدرب فريق تاني؟ هو ايه القرف اللي احنا فيه ده؟ هو ايه القرف اللي احنا فيه ده بجد؟ احنا زهقنا. حرقه الدم دي احنا زهقنا والله بجد. احنا بقالنا موسمين في حرق الدم بسبب اخطاء يعني كارثيه من راجل ادارته عفى عليها الزمن وانتهت. يا كابتن خطيب سيب النادي، ارحمنا وسيب النادي بعد اذن حضرتك، حضرة جناب سعادتك، سيب النادي وارحم اللي جابوا ابونا.